العيال والبنات يشتوا انتباه، لأن المجتمع، أقول لكم المجتمع يحترق من الداخل، ما احناش دارين. البنات بالمدارس، البنات في الأسواق، البنات فوق الباصات، العيال في الشارع، أدي الله الإنترنت والمقاهي والملاهي. كنا منوبين صحيح فقط من السينما ومحلات الأتاري، هذا الحين ما عبش أتاري، قد يلا الجوال يعبي شبكة ودخل ب100 ريال ولا ب300 ريال وهف وهو كان حلا منوله، وإنه قاسيدي حلا منوله زاد الهواء كمله، هو حلا منول. وزادوا نقلوا لك في مواقع التواصل الاجتماعي ونقلوا لك كل الخزايا والبلايا والرزايا والمشاكل كلها، حتى الأتفه ما تتوقع موجود. البعض يقول لك الحمد لله أنا عيالي بفضل الله الحمد لله ما يستخدم التلفون. خليك نايم في العسل، ابنك مجموع تلفون مع أحباب الله يحفظك، عايسلفوه سلف حتى بالراحة، عايسلفوه بالراحة، عايخذوه في أي وقت ما تقلقش. يعني عايجس ما بش معه، عايجس مع زميله واطلعوا ودخلوا وخاضوا فيما لا فائدة فيه. فالعيال أحيانا مشكلتهم مشاكل خاصة داخل البيوت. وأنا جاي عندكم، وأنا كنت جاي عندكم، أنا كنت مع واحد وجالس نكتب المشاكل حق العيال والبنات، كل واحد شابع. أيش المشكلة؟ أين الخلل؟ العيال عندهم أصحاب والبنات عندهم صحبات، والعيال عندهم جوالات وأصحابهم معهم جوالات. وتعال عين قيس على مستوى الصلوات، العيال حاضرين بالصلاة مثلا، قد صحيح قد بعضهم قد يصلي خوف من أبوه. أنا أقول لها سواء كان لعيالي ولا لكم قولوا لا، أنا ما أشتيك يا ابني تصلي فجيع مني، لا تصلي خوف مني، أنا أشتيك تصلي صلاة حب، صلاة واحد محب. فرق أنك أنا قم تصلي ولا قم يصلي حين ونصونه، لا أنا أخشيك تقوم تصلي لأنك تحب الله. أنعم الله علينا بنعمة إيجاد ونعمة إمداد ونعمة إرشاد ونعمة تكليف، ونحمد الله أن الله تعالى كلفنا وجعلنا من أمة محمد.